عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غدا نقدم لكم ميني تارت بالتفاح على شكل وردة كيف ما كتشاهدوا. بمناسبة عيد الأم كنقدمها لجميع المشاهدات اللي كيتابعوني، وايضا كنقدمها للأم ديالي والأم زوجي اللي كنعتبرها أم تانية ديالي، وكنقول لكم كل عام وأنتم بألف خير. تابعوا معايا طريقة التحضير. عندي هنا كاس ديال الدقيق الأبيض فورس، معلقة كبيرة ديال العسل، 3 المعالق كبار ديال السكر حبيبات سنيدة، ضفت ليه قبصة ديال الملح. عندي هنا 57 غرام ديال الزبدة وتفاحة حمراء والماء. كيف ما كتشوفوا المقادير جد بسيطة. نشوفوا طريقة التحضير. غادي نقطعوا التفاح على هذا الشكل هذا، غادي نحيدوا ليه وغادي نقطعوها، ولا بدا خصنا نقطعوها تجي يعني رقيقه شي شويه، يعني نشوفوا نقطعوها على هذا الشكل هذا. خصها تكون رقيقه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا. بعدما قطعته على هذا الشكل هذا رقيق باش نقدروا نتحكموا فيه كيف ما بغينا، جارسات ليا مهم نديروه فوق النار لمده 3 دقائق، ونضيفوا ليه السكر والعسل و3 المعالق ديال الماء. لينا التفاح كيف ما كتشوفوا. نسيت نقول لكم اننا خصنا نضيفوا ليه معلقه كبيره ديال العصير ديال الحامض باش ما يكحلش لينا. دابا غادي ناخذوا زلافه وغادي نوضعوا الزبده، وغادي نضيفوا للزبده 3 د المعالق كبار فاش سلقنا التفاح ديال التفاح. بسم الله. وغادي نخلطو مزيان. غادي نبقاو نخلطو فيها حتى تخلط لينا مزيان، وغادي نضيفو الدقيق، وغادي نستمروا في الخلط حتى تجمع لينا مزيان حتى تولي عجين لين. جمعت لينا العجينه كتجي بحال هذا الشكل هذا رطبه. غادي نقسموها على 2 وغادي ندلكوها رقيقه. نعبروا التفاح قداش غادي يجينا ونقطعوا عليه بحال هذا الشكل هذا. غادي نحاولوا نلصقوها بحال هكذا.
غادي نوضعو التفاح بحال هاد الشكل هذا، يعني وحده خاصها تجي فوق الاخرى بحال هاد الشكل هكا. درتي شويه ديال القرفه بحال هاد الشكل هذا، اللي ما كيحبهاش ما يديرهاش، يقدر يستعمل كونفيتور عوض القرفه. وغادا نقوم ندورها بحال هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. كيف ما كتشوفوا، ونحاولوا نفتحوها باش تجينا على شكل ورده بحال هاد الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا كيجي شكلها رائع. غنستمروا بحال هاد الشكل هذا، وغادي نحطهم في المول ديال لي كاب كيك، وغادي ندخلوهم الفران لمده 18 دقيقه ونتلاقاو. خرجتهم من الفران استغرقوا لي مده 30 دقيقه. غادي نزينهم بسكر كلاصي بحال هاد الشكل هذا. كنتمنى تعجبكم الحلقه ديال اليوم وتجربوها وبصحه وراحه.